أين المخلص من قيود الظالمين؟ يا الله. أوليس قد آن الأوان ليلتقينا؟ يا الله. فالظلم أمس عند أهل الكفر دينا. يا الله. أين المخلص من قيود الظالمين؟ نحن جميعا مطالبون بأن نمهد لظهور الإمام سلام الله عليه، وندعو صباح مساء بتعجيل الفرج. ما هو التمهيد الذي قدمنا لتعجيل الفرج؟ كل واحد من عندنا مكلف بتكليف، خلينا نقسمها هكذا: تكليف فردي وتكليف اجتماعي. تكليف الفردي هذا أن نصير خوش أوادم، نصلي، نصوم، نؤدي الحقوق الشرعية، نبتعد عن المحرمات، نقترب من الأمور التي ترضي الله تبارك. هذا كل فرد، هذا التكليف شامل للجميع. وهناك تكليف اجتماعي، هذا متباين بين الأفراد، كل واحد بحسب موقعه. المرجع الديني له تكليف أوسع من هذا التكليف الفردي. الزعيم السياسي، الزعيم الاجتماعي، الزعيم العشائري، هذا التكليف يتوسع ويضيق بحسب ما توفر لديك من أدوات. ورؤساء العشائر أدوات كثيرة يستطيعون أن يقوموا بوظيفتهم هذه. ما هي والله الدور الذي قام به رؤساء العشائر للتمهيد للظهور المبارك؟ لديهم الأتباع، لديهم السلاح، لديهم النفوذ، لديهم الجاه، لديهم المال، ربما ولو بعضهم رؤساء العشائر لم يعودوا متمولين. المهم إذن أسباب القوة وأسباب التأثير لديهم متعددة، فإذا تكليفهم أوسع من تكليف غيرهم، غير التكليف الفردي. هذا التكليف الاجتماعي خلينا نسميه. زين، فوين التزامهم بهذا التكليف وقيامهم وهم يقودون أبناءهم وأتباعهم إلى هذه المآسي التي نعيشها؟ كل واحد في موقع المسؤولية. نحن وإن كان كلامنا مخصص لرؤساء العشائر وللوضع المزري للعشائر، ربما يعني هذا لا يروق كلامنا لكثيرين، لكن يجب أن نكون صريحين، ويجب أن نكون شجعان، ويجب أن نضع أصابعنا على موضع الجرح وموضع المرض حتى نعالجه. الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا ومن تولى عرافة قوم، رئاسة قوم. في بعض الروايات ربما يقول ولو كانوا ثلاثة. أي واحد يتولى رئاسة قوم، سياسي، ديني، عشائري، اجتماعي، أي موقع. ألا ومن تولى عرافة قوم حبسه الله عز وجل على شفير جهنم بكل يوم من أيام رئاسته وعرافته 1000 سنة، وحشر يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم وبئس المصير. من رؤساء العشائر يعرف أمر الله حتى يقوم به؟ هذا مصيره. لو اطلع أي واحد يتولى مسؤولية على مثل هذه الأحاديث لكان رجع على نفسه وشاف هل هو قادر على أن يتحمل هذه المسؤولية، وإلا أرفق بنفسك وعوفها، لا توقع نفسك بهذه الورطة. بكل يوم خاف بعضهم يعمل على أن يتولى الرئاسة ولاية ثانية وثالثة ورابعة. هاي زيادة الأيام عليك، معنى زيادة هذا الموقف عليك بكل يوم 1000 سنة. فانظر إلى نفسك، ارحم نفسك أنت. تقوم فيهم بأمر الله أطلقه الله،